المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بعيد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال إريتريا في الأمم المتحدة. وزارة التعليم تنفذ مهام واسعة للنظام التعليمي. جولة خامسة من مفاوضات فيينا وطهران وواشنطن تتحدثان عن تقدم ملموس. قتيل وجرحى في احتجاجات حاشدة جديدة بالعراق. لأول مرة منذ انتخابه بايدن يلتقي بوتين بجنيف في يونيو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس كوبا ميغيل دياز كابيل ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا ببرقيات تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال البلاد. وعرب الزعماء عن التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس إسياس أفورقي وتطور والازدهار للشعب الإريتري، مؤكدين على العمل لتعزيز علاقات بلدانهم مع إريتريا. وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: لنا الشرف لمشاركتكم فرحتكم في هذا اليوم العزيز، مؤكدا رغبة واستعداد بلاده لتطوير علاقات مع إريتريا والسودان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة. من جانبه أوضح رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أن على إريتريا ونيكاراغوا لديها رغبات مشتركة في التحرر وتقرير المصير والاستقلال والتنمية، مؤكدا الرغبة والعهد القوي لبلاده لتمتين العلاقات مع إريتريا على أساس القمة المشتركة. نظمت مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفماريام اجتماع لسفراء مختلف الدول في المنظمة الدولية بالفيديو الافتراضي بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال إريتريا. وأوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح للمشاركين في الاجتماع تصدي إريتريا لوباء كورونا، وقال إن الإجراءات والخطوات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الإريترية بمشاركة واعية من الشعب وبمساهمة المهنيين الصحيين مكنت من السيطرة على الوباء بإصابات ووفيات محدودة. وقدم شكرها الكبير للمهنيين الصحيين القابضين في الجهة الأمامية لمكافحة كورونا على المستوى العالمي، وخاصة المهنيين الإريتريين. وعرض فيلما قصيرا المشاركين حول الموروثات الإريترية الغنية والمظال الطويل للاستقلال والسيادة. وعرب السفراء المشاركون في البرنامج عن تقديرهم لصمود ونضالات وشجاعة الشعب الإريتري، متمنين بالمناسبة الجليلة موفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. شارك في البرنامج نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ونائبة الأمين العام والمستشار الخاص للشؤون الأفريقية كريستينا دوارتي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا لمكتب متابعة الدول النامية فيكيتا مولو كاتو، والمبعوثة المراقبة للاتحاد الأفريقي في الأمم المتحدة فاطمة كياري، وكذلك الإريتريون العاملون في مؤسسات الأمم المتحدة والسفراء الذين يتواجد بينهم أصدقاء إريتريا. وقد شارك مباشرة السيد سمير سنبر الذي كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في استفتاء إريتريا. احتفل الإريتريون المقيمون في إثيوبيا وإيطاليا بحفاوة كبيرة بالذكرى 30 لاستقلال البلاد. وفي الاحتفال المنظم في العاصمة أديس أبابا وسفارة إريتريا في إثيوبيا وبعثة إريتريا في الاتحاد الأفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في إفريقيا، أوضح السفير سمير إسوم في الكلمة التي ألقاها إن احتفال هذه السنة استثنائي لكونه يجري ونحن في أعلى مستوى من أي وقت كان.
وعلم بأن الإريتريين في إثيوبيا شاركوا في الاحتفال بالفيديو الافتراضي لتنظيمه بعدد محدود من أعضاء سفارة الإريتريا توخيا من مرض كورونا. واحتفل الإريتريين في إيطاليا بصورة مماثلة بعيد الاستقلال يوم 22 من مايو في 17 مدينة بأعداد محدودة والساحات، وبما يتماشى مع إجراءات مكافحة كورونا في إيطاليا. وفي الاحتفال الذي نظم في روما هنأ السفير فسحسون بطرس الشعب الإريتري عامة والحكومة الإريترية وقوات الدفاع بالمناسبة العزيزة. وقال أن عيد الاستقلال لهذا السنة يعتبر خاصا ليس فقط لمضي 30 سنة وحسب، بل لتجاوز تحديات كبيرة والدخول في مرحلة جديدة مبشرة. وقد نظمت برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعها آلاف الإريتريين تضمنت مسيرة السيارات ورفرف العلم عاليا وفيديو وثائقي يبين بطولات الاستقلال والدفاع عنه، وأفلام توضح تقدم مسيرة التنمية، وفعاليات ثقافية وفنية تعكس التراث والهوية الإريترية. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم 26 من مايو في مراكز العزل بأقاليم القشبركة وشمال البحر الأحمر والجنوبي أظهرت إصابة 40 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 24 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و13 في إقليم القشبركة، واحدة منها في علي قدر، واثنتان في أديبرة، واحدة في بارنتو، وخمسة في قلوج، وواحدة في أم حجر، واثنتان في غردات، وواحدة في فورت الساوى. وكذلك إصابتان في إقليم شمال البحر الأحمر، وواحدة في عرزة بالإقليم الجنوبي. في غضون ذلك شفي 23 مريض كورونا، 19 من إقليم القشبركة و4 من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3988، شفي منهم 3772، وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 202 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 26 من مايو 2021. قال مسؤول التخطيط وتطوير النظام التعليمي في وزارة التعليم السيد أبراهام رأسوم إن الوزارة قامت في سنوات الاستقلال 30 بتنفيذ مهام واسعة لإعداد نظام تعليمي، أي المناهج لتأمين الاستثمار الانتشار التمازن التعليم ومنح الفرص التعليمية للجميع تماشيا مع كفاءات الطلاب. وأوضح أن المنهج التعليمي المعد عام 1982 كان يعمل به في الأراضي المحررة والمناطق شبه المحررة، وقد نفذت جهود قوية بعد الاستقلال لتغيير المنهج التعليمي ذو الأساس الاستثماري، ومن إعداد الكتب بالقدرات الإريترية عام 1995 للمدارس المتوسطة الثانوية ونشرها في المدارس. وأشار إلى القيام بدراستين كبيرتين عام 1997 لمساعدة المناهج، وكان لها إسهام مقدر لإحداث التغيير الجذري والتحسين، إضافة إلى إجراء الدراسات التكميلية في فترات مختلفة لتقييم وإثراء العملية التعليمية. وأن المنهج الموضوع عام 2002 يعمل به من التعليم قبل النظامي وحتى المرحلة الثانوية. وأوضح أن النظام التعليمي تم إعداده بهدف تقوية النتائج وأسلوب تعليمي يرتكز على الطالب ومشاركته، وبما يتناسب مع التنمية الاستراتيجية للبلاد. وقال أن التحديات تتمثل في نقص الخبرات والمستشارين والمواد الأساسية الهادفة وقلة تدريب المعلمين، ومن المهم خلق الأوضاع التي تحصل من خلالها المدارس على الأدوات المتكاملة. وذكر أن النظام التعليمي في البلاد وإن لم يكن في التنفيذ ليس له مصاعب ملحوظة في التخطيط والمحتوى، وهو نظام تعليمي منافس. وأوضح العمل الجاري لإجراء تفتح في المناهج وإدخال لغة الأم بتوسع في المرحلة المتوسطة وإيصال البرامج التعليمية عبر وسائل الإعلام.
قال مدير مديرية فور السيد عثمان عرفة إن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في المديرية والريف النائي خلقت الاستقرار في الحياة المعيشية للسكان. وأوضح أن الاستثمار الذي بدأ منذ غداة الاستقلال أرسي الخدمات الاجتماعية في جميع ضواحي المديرية وتجمع القرى. وذكر وجود 3 مدارس فقط قبل الاستقلال ليرتفع عددها حاليا إلى 40 مدرسة وازدياد متزامن للطلاب. وأشار إلى زيادة المؤسسات الصحية ب300 أضعاف في إطار جهود ضمان الخدمات الصحية وتحقيق تطور ملحوظ للرعاية الأمومة والطفولة والتطعيم. وأفاد بأن طريق مصوع عصب الذي يمر بالمديرية وطريق عد أيح فرع المشيد مؤخرا يسهمان لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتجمع القرى. وأوضح السيد عثمان عرفة إقامة أبراج الاتصالات وبناء البنى التحتية الآزمة وإدخال الهاتف النقال والهاتف العمومي غير أن المشكلة لم تنتهي بالكامل بسبب التضاريس الجبلية التي تحيط بالمديرية. ويقطن مديرية فورو 9300 أسرة في 50 قرية. نفذت في 9 مديريات بإقليم عنسبة حملة التنمية الخضراء بتعاون سلطة الغابات والحياة البرية ومكتب وزارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي الوطني للحملة الخضراء، وذلك بمشاركة قوية للطلاب والعمال. وتضمنت الأنشطة التي جرت من 15 وحتى 23 من مايو إعداد حفر شتول الأشجار ورعاية الأشجار والنظافة وغيرها في المدارس والمؤسسات الحكومية ودور العبادة ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والأراضي المجدبة. وقال مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كاساتي تسفاسين إن العمل المنفذ جزء من أنشطة التشجير وحماية التربة وحفظ المياه المتواصلة، موضحا تجهيز أكثر من 1,000,000 شتلة لغرسها في موسم الأمطار. وأكد المشاركون في الحملة على استعداد للعمل موسع باعتبار أن الأشجار ترتبط بالاستقرار البيئة وحياة الناس والحيوان. وتوجد في إقليم عنسبة أكثر من 80 من الأندية الخضراء في المدارس. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي اختتم في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأول من الجولة الخامسة من مفاوضات الملف النووي الإيراني بإشراف الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط أجواء وضعت بالإيجابية غداة توصل طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لتمديد اتفاقهما لمراقبة الأنشطة النووية. وقال كبير المفوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن المحادثات النووية في فيينا شهدت تقدما نسبيا خلال الجولات الأربع السابقة، لكنه أشار إلى أن هناك مواضيع مهمة وجدية متبقية ويجب مناقشتها. بدوره قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مال إن الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا كانت بناءة وشهدت تقدما ملموسا. وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية أبريل الماضي في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بغية منع طهران من تطوير سلاح نووي. قتل متظاهر عراقي برصاص القوات الأمنية وأصيب 13 آخرون على الأقل جراء الغاز المدمع إثر صدامات تخللت احتجاجات حاشدة في ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتلة ناشطين. وأكد مصدر طبي معطل المتظاهر نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى. وأصيب أيضا 5 عناصر أمن بجروح إثر الصدامات المتواصلة التي اندلعت عقب تفريق المظاهرة. يأتي ذلك في وقت أقدمت فيه قوات الأمن العراقية على إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء بعد وصول أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الساحة للمطالبة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 من يونيو المقبل بمدينة جنيف السويسرية. ويأتي هذا الاجتماع الأول من الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات، وسيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف الشمال الأطلسي. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أن الزعيمين سيبحثان عددا من القضايا المحلية في مسعى لاستعادة التوازن في العلاقات بين البلدين. من جانبها قالت الرئاسة الروسية الكرملين في بيان إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية والمشاكل المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي وقضايا أخرى، من بينها التعاون في مكافحة كورونا والصراعات الإقليمية. وتصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن في الأسابيع الأخيرة مع اتهام روسيا بتعزيز قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية انفصاليين موالين لموسكو منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. الخبر الأخير في هذه النشرة أن أستراليا أعلنت في سفارتها ستغلق الأسبوع في أفغانستان إثر مخاوف الأجواء بشأن مع كابول في الأمن لقوات انسحاب الأجنبي. لكن حركة طالبان تعهدت توفير بيئة آمنة للدبلوماسيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن السفارة ستغلق كإجراء مؤقت في 28 من مايو في ضوء الانسحاب العسكري الدولي الوشيك من أفغانستان. وباتت الولايات المتحدة والقوات الحليفة في المراحل النهائية لسحب جنودها من أفغانستان، منهية أطول حرب للولايات المتحدة، لكن الضبابية تخيم على مستقبل البلاد مع ازدياد قوة حركة طالبان. مشاهدينا الأكارم، قبل ختام هذه النشرة إليكم أهم ما جاء فيها. المتحدة على النظام التعليمي. جولة خامسة من مفاوضات فيينا وطهران وواشنطن تتحدثان عن تقدم ملموس. قتيل وجرحى في احتجاجات حاشدة جديدة بالعراق. لأول مرة منذ انتخابه بايدن يلتقي بوتين بجنيف في